هو ليه الناس زعلانة كده؟ ليه الناس شايلة الهم؟ طيب تعالى نشوف ايه هي الأسباب اللي بتجيب الهم للإنسان، ونحاول نشوف حل ولو بسيط لكل سبب. وأنا هنا مش هقولك حلول من دماغي، لأ هقولك حلول من العلم ومن الدين. في البداية ممكن نقسم الأسباب دي لخمس أسباب رئيسية. السبب الأول العوامل الاقتصادية، ودي منها الفقر والبطالة والأزمات المالية. يمكن يبان للناس إن ده أكبر سبب بيزود الهم وبيؤدي إلى الاكتئاب وإلى الانتحار كمان. أحب أطمنك إن كل الدراسات العلمية بتقول إن حالات الاكتئاب أو كمان الانتحار بتزيد لما الإنسان بيشبع من الحياة، ولما بيكتر من المحرمات زي شرب الخمر والقمار والزنا وغيرها من المحرمات اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها على الإنسان لأنها بتؤذيه أو بتؤذي غيره. وأنا مش هقولك تعيش زاهد في الدنيا وتعيش بس للآخرة، لأن حتى ده ربنا ما أمرناش بيه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. انت ممكن تعيش بالقليل وتتبسط. سبحان الله، هتلاقي الاكل مثلا اللي فيه فوائد صحية للانسان دايما هتلاقيه متاح للفقير، زي الخضار والفواكه والثمار وغيرها. حتى الاكل اللي ممكن يكون غالي على الفقير زي اللحوم مثلا، العلماء اكدوا ان كترها بيتعب الجسم، وان المطلوب للانسان القليل منها. علشان كده الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة والاضاحي والصدقات، وكان للفقير نصيب منها. فكده ممكن نقول بقلب جامد إن السعادة مش مشروطة بإنك تكون غني، ممكن تكون فقير وسعيد. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر رزق كل واحد فينا بمقدار وبحكمة عنده، والأكيد إن المقدار ده والحكمة دي عادلة وفيها الخير للإنسان. ممكن تكون نفسك ضعيفة قدام الشهوات، لو ربنا أعطاك المال الوفير هيفسدك وهيضيع عليك آخرتك. خلي دي في عقلك وبالك، والله هترتاح. السبب التاني العوامل الاجتماعية، ودي منها الظلم والتمييز والنزاعات والصراعات. دي آفة الإنسان الكبرى على الأرض، وحلها رغم أنه يبدو بسيط وسهل إلا أنه على أرض الواقع لن يتحقق. إقامة العدل في الكون كله، وأن الحروب تقف، وأن الدول القوية تبطل تفرض هيمنتها على الدول الضعيفة، فكرة لن تحدث إلا مع قيام الساعة. بس ممكن على المستوى الأقل يتحقق، يعني مثلا على مستوى الشركات أو على الوظيفة. ممكن أصحاب الشركات يقدروا الموظفين الأكفاء، ويكون نصيب المجتهد واضح على قد جهده، مش بالمحسوبية أو بالفهلوة يعني. وعلى مستوى العيلة، الأب ما يفرقش بين أبنائه سواء أولاد أو بنات، ويديهم نفس الحب ويديهم حقوقهم اللي ربنا شرحها ليهم. وده اللي في إيدينا نعمله. السبب الثالث العوامل الشخصية، زي فقدان الأحبة بسبب الموت، والأمراض المزمنة، والظروف الشخصية الصعبة زي الطلاق والفشل في العلاقات الشخصية. طبعا الموت مش بإيدينا، والكل أجل كتاب، يعني كل واحد مكتوب عمره وموعد ومكان وكيفية موته قبل حتى ما يتولد. لو أمنت بالفكرة دي إيمان كامل، صدقني هتاخد موضوع الموت ده إنه مش نهاية العالم، وده الطبيعي، ودي النتيجة الحتمية لكل واحد فينا. احزن وازعل، بس ما تخليش حياتك كلها تقف عنده، لأنه واقع لازم نتعايش معاه. الأمراض المزمنة هي ابتلاءات من الله عز وجل لكل إنسان، لاختبار صبره أو لمحو ذنبه أو لحكمة من الله. أكيد أكيد فيها كل الخير ليك. خدها من المنظور ده هترتاح صدقني. الطلاق بقى والفشل في العلاقات ده غالبا بيكون بسبب الاختيار من الأول، بيكون في فروق اجتماعية أو ثقافية أو عدم تفاهم، بيكون واضح من الأول، والناس بتعند وبتتغافل وبيقولوا أكيد بعد الجواز الدنيا هتتغير والتفاهم هيزيد. صدقني الطريق مش هيصلح البداية الغلط. اختيار الغلط ده اللي بيدفع ثمنه مش الراجل ولا الست، لا، الأبناء اللي بعد كده بيأثروا تأثير مباشر في المجتمع. فتلاقي البلطجية والمدمنين والحرامية والخارجين عن القانون وغيرهم من أشخاص مش سوية بيدمروا المجتمع كله. كل ده بسبب الاختيار الغلط من الأول. السبب الرابع عوامل بيئية، زي الكوارث الطبيعية، الزلازل والبراكين والأعاصير والتغيرات البيئية اللي بتؤدي إلى التدمير. طبعا دي أسباب من عند الله سبحانه وتعالى، ومفيش علم ممكن يوقفها. العلم بس بيتعامل مع الظروف دي على قدر المستطاع. وهنا الإنسان لازم يكون عنده يقين بقدرة الله سبحانه وتعالى، وساعتها مش هيبص للموضوع ده بهم أو حزن. السبب الخامس العوامل النفسية والعقلية، زي الضغوط النفسية والإرهاق الذهني والاكتئاب والتوتر. السبب ده ممكن يكون ناتج من الأسباب السابقة كلها. الحلول العلمية هي البعد عن الضغوط المستمرة، بإنك تاخد أجازة تفصل فيها عن كل اللي بتفكر فيه،
والأفضل تروح مكان مفتوح زي البحر أو أماكن فيها مساحات خضراء وهدوء، أو أي مكان طبيعي زي إخواننا مثلا في الخليج بيطلعوا في الصحراء وبيخيموا. والله حتى الصحراء دي بتريح الأعصاب لأنها مكان طبيعي. الإنسان دايما بيميل للفطرة وللطبيعة، هي دي اللي بتريحه وبتهدي أعصابه. الأكل الصحي والبعد عن الأكل الضار اللي فيه زيوت كتير ودهون، والأكل الدسم عموما. الرياضة، تمارس أي رياضة حتى لو المشي. النوم الصحي، تنام كويس على الأقل 8 ساعات ويكونوا بالليل مش نصهم بالنهار. أنا حاولت أبسط لك الموضوع، ولو أخطأت في حاجة فأرجو المعذرة، وبتمنى لكل الناس راحة البال والسعادة الدائمة إن شاء الله.